مصدر الخطورة نعم بعد دخوله بدقيقة تقريبا أو أقل. حتى العبادي يهدد مرمى فريق الساحل. التصدي من أحمد الشيخ مميز، والعارضة كذلك ساعدت أحمد الشيخ على إبعاد هذه الكرة، وبالتالي الركنية هنا خطيرة وجول. نعم بطل الدقائق الأخيرة، بطل الدقائق الأخيرة كرم عمران نعم بهذا الهدف يهدي التقدم لمصلحة فريق الفتوة. هدف بجهد جماعي للأمانة إذن إلى المرمى من كرم عمران، والهدف الأول الذي تأخر، الهدف الأول الذي تأخر كثيرا صراحة على لاعبي فريق الفتوة، قياسا للأداء الذي كان موجود، قياسا للأداء الهجومي الذي كان موجود في الشوط الثاني. إذن كرم عمران يسجل، كرم عمران. تجاوزنا العشر دقائق الأولى من عمر اللقاء، النتيجة ما تزال سلبية لكن الجيش أخطر. الجيش كان له تهديدين خطيرين، رامي عامر الآن من ركلة ركنية، الركلة الركنية الأولى للوثبة حملة التهديد الأول خطيرة، كرة هدف وثباوي، جول. الوثبة يسجل الأول بمرمى خالد إبراهيم، هدف وثباوي جميل للغاية. الوثبة يسجل عن طريق أدهم غندور، الغندور سجل مرتين بمرمى الجيش في لقاء الذهاب، يعيد الكرة ويسجل من الركنية الأولى كان التهديد الأول، والركنية الثانية مرمى خالد إبراهيم، هدف وثباوي في الدقيقة 12 تقريبا. الوثبة يسجل، لاحظ الركنية، ركنية رامي عامر بالإعادة، والرأسية من أدهم، وهدف وثباوي جميل للغاية. هدف الوثبة يسجل بمرمى خالد إبراهيم، عرضية باتجاه باسل مصطفى، وحيدا باسل داخل منطقة الجزاء، تسديدة من باسل، هدف التعادل، جول. باسل مصطفى يعدل النتيجة، باسل مصطفى يسجل في شباك أمجد السيد بعد تمريرة طويلة كانت من خطاب مشلب، يستفيد منها الإعادة، يستلم وحيدا الكرة باسل مصطفى داخل منطقة الجزاء ويسدد، هدف على يسار أمجد السيد، هدف التعادل لفريق الجيش. الجيش يسجل التعادل، الوثبة أضاع الفوز. يوسف قلفة ومحمد حمدكو، ويلعب ما وراء المهاجمين اليوم كامل حميشة. مباراة كبيرة بين الفريقين، من الممكن اليوم الحرية أن يعثر هذا الفريق الكبير المطالب بتحقيق نتائج كبيرة ترضي الجماهير، ولكن أيضا تشرين المطالب بتحقيق نتائج، ويسجل الهدف الأول، هدف أول مباغت، هدف أول بنيران صديقة يسجل فريق الحرية لصالح فريق تشرين. اليوم اللي يقود اللقاء الدولي محمد قنا، يقود صافرة اللقاء ويقود سيادة اللقاء في هذا الملعب، في ملعب السابع من نيسان هنا في مدينة حلب. نتحدث عن أكثر الملاعب التي كان لها تاريخ كبير، هي وملعب الحمدانية طبعا، ولكن الكرة على اليسار هذه خطيرة، هدف ثاني لفريق تشرين، يوسف قلفة يعود من بعيد، يوسف قلفة يعود من جديد، قلت لك ستسجل يا قلفة، يسجل يوسف، يشكل الخطورة الحقيقية على المرمى. كرة تلعب العرضية، هدف تقليص الفارق لفريق الحرية، يسجل ليعود من بعيد، يسجل هو الذي سجل في مرماه، عاد ليسجل في مرمى عالمة مصطفى سال بكرة عرضية من ركلة ركنية جاءت برأسية استقرت في شباك إبراهيم. عمرو جنيات نشاهد من سينفذ مع تقدم بالتأكيد ليوسف محمد وعبد الله جنيات، ثنائي الدفاع المحوري بالنسبة لفريق الوحدة. ركلة ركنية عند عمرو جنيات، يلعب على القائم الأول، محاولة الرأسية، ما زالت الخطورة والتسديدة في الجول. خطأ دفاعي كبير من جانب الفريق الضيف، من جانب الأهلي، يستغل يوسف محمد المتقدم للأمام ويسجل في مرمى الأهلي. إذن هدف الأورنجي لا شيء الأهلي.
17 دقيقة فقط هي كل ما احتاجه الأورنجي لافتتاح التسجيل، لكن خطأ كبير من دفاعات الأهلي في إبعاد الكرة. كرة تهادت أمام عبد الله جنيات وتمكن من التسجيل بقوة في مرمى شهر الشاكر. يبحث عن تغيير اتجاه اللعب، ينجح بذلك، يمرر بالمقاس ناحية دهان، انطلاقة لزكريا حنان، ممكن تأتي فرصة التعادل العرضية في الجول. شادراك شيدوبام يسجل هدف التعادل، يسجل هدف التعادل بعد كرة مميزة جدا. تغيير اتجاه اللعب كان من محمود نايف، استلام من دهان، مرر كرة بالمقاس إلى زكريا حنان والعرضية. تعادل، أول محترف يسجل في المواجهات المباشرة بين الأهلي والوحدة منذ موسم 2010-2011 حينما سجل جودي فيرينو هدف الأهلي. إذن أول محترف يسجل في المواجهات المباشرة بين الوحدة والاتحاد منذ موسم 2010-2011. أقل من دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي لهذه المواجهة المثيرة. تعادل إيجابي ما زال قائم وكلا الفريقان يبحثان عن هدف التقدم. زكريا حنان عالية ومرفوعة وفرصة الهدف. الله الله، موعد الأهلي مع الدقائق القاتلة. هذا هو موعد الأهلي وهذه أوقات الأهلي. الأهلي يقلب الطاولة على الوحدة ويسجل برأسية علي الرينا. إلا وأن يدون اسمه في هذه المناسبات وفي مثل هذه المواقع وهذه المواجهات. كرة أكثر من رائعة تتهادى أمام علي الرينا وبرأسه يسجل هدف وحيد. سجل الأهداف بالمباراة الذهاب كل من محمود اليونس وعمارة بالخطأ بمرمى بالنسبة لفريق حطين، وأيضا بالنسبة للكرامة باهوز محمد. الدالي عرضية داخل المنطقة خطرة جدا. الله 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 على الرشو، الله على هذه البداية. سليمان رشو يتابع تألقه ويتابع الموسم المثالي ويفتتح التسجيل مبكرا يفتتح التسجيل. عبد الهادي الدالي اسيست لسليمان رشو وحيدا داخل المنطقة، لعبها بالراس بدون أي متابعة، تحرك رائع، عرضية ممتازة. والبداية نتحدث عن البداية للفريق الحطيني. 1-0 هدف الأفضلية عن طريق سليمان رشو بمرمى زكريا دهنة. إذن البداية حطينية، هدف التقدم 3-3. كرة باتجاه أحمد حديد في منتصف الملعب، تعود جبلاوية، انطلاقة على الجانب الأيمن. محمود مهنا يبحث عن بينية، يحاول تغيير جهة اللعب، مرت الكرة، ممكن القاتل. الله، هدف جبلاوي قاتل في الدقائق الأخيرة. جبلة وكنا نتحدث عن عقدة ملعب حماة على جبلة يسجل باحثا عن النقاط الثلاث. جبلة يسجل باحثا عن العودة إلى سلسلة نتائج إيجابية يبدأها في مباراة اليوم. الطليعة لم يكن كما كان في الشوط الأول، الطليعة كان سيء في الشوط الثاني. وهدف جبلاوي قاتل في الثواني الأخيرة من المباراة. مباراة الشوط الثاني قدموا جبلة يعني يستحق الانتصار جبلة. في حال فاز جبلة